طليقها خرج عن صمته لما جالها عريس يطلبها للجواز. طليق رضوى الشربيني قرر يخرج عن صمت السنين اللي فاتت، وقرر يرجع لرضوى وطلب إيديها للجواز من أول وجديد. الغيرة شعللت قلبه لما رضوى انتشر عنها أخبار إنها هتتجوز تاني خلاص. كلمها طليقها وقال لها ما ينفعش تكوني لحد غيري ولا بناتي تتربى مع راجل غريب. ازاي تروحي تتجوزي حد تاني وانتي على طول ضد الرجالة وعمالة تنصحي الستات تسيب جوازاتها ويتطلقوا ويهدوا بيوتهم؟ لو فكرتي في الجواز يبقى أنا الأولى ببناتي، أربيهم بدل ما يطلعوا معقدين نفسيا بسبب طلاقي أنا وانتي. الحكاية كلها ابتدت مع طليق رضوى الشربيني، واللي الكل ما كانش يعرف هو مين، وطلع الممثل عمر كريم. مش ممثل مشهور، ظهر في مسلسل الثعلب وكان ابن نور الشريف وابن المخرج الكبير كريم ضياء الدين. عمر كريم طلع شاب من عيلة فنية، وخالته تبقى الفنانة شريهان، والكل بيشهد بأخلاقه وإنه حد محترم. عمر اتقابل مع رضوى وحبها واتجوزها، وابتدوا حياة سعيدة وخلفت بناتها، وكانت حياتهم هادية وسعيدة لحد ما في يوم رضوى كانت بتسمع أغنية المراية لشيرين. بدأت تحس بكل كلمة فيها وخدتها على نفسها وحياتها، وقالت أنا ليه حياتي فارغة كده وفاضية؟ أنا ما حققتش حاجة في حياتي أقدر أفتخر بيها. أنا لازم أعمل حاجة الناس تفتكرني بيها وتتكلم عني بيها، وبناتي يتشرفوا بيا قدام الناس. وأول خطوة خدتها إنها طلبت الطلاق من جوزها بكل هدوء ومحبة، وقالت له هنفضل حبايب وصحاب، وبناتنا هيتربوا بينا، ومش هنكون أهالي وحشين ليهم، بس تطلقني بكل هدوء. عمر كان مستغرب وقال لها بتعملي كده ليه؟ قالت له أنا زهقت من حياتي دي، مش بعمل فيها حاجة مفيدة. أنا مش دادة عشان أهتم بالبيت والعيال وأهمل مستقبلي وشغلي. أنا كان زماني حاجة كبيرة دلوقتي، بس أنا دفنت نفسي معاك هنا في الجواز. عمر ما استحملش كلامها، وتم الطلاق بكل هدوء بينهم ومن غير مشاكل، وكانت العلاقات كويسة بينهم. بس عمر ما قدرش يستحمل بعده عن رضوى، لدرجة إنه تعب، والمرض قعده على كرسي متحرك لفترة طويلة، وبقى ينزل فيديوهات تعافيه من المستشفى وإنه بيحاول يقف تاني على رجليه ويرجع لحياته الطبيعية. وكان بيقدم ندوات عن التنمية البشرية عشان يساعد ناس غيره كتير في حياتهم. بس عمر ما قدرش يسكت وهو شايف أم بناته هتتجوز حد تاني غيره. الغيرة شعللت قلبه وقرر يرجع لها. هل السبب في طلاقهم أغنية شيرين عبد الوهاب، ولا حب الشهرة والنجومية اللي سيطروا على دماغ رضوى وطلبت الطلاق بسببها؟